هل حقا تامر هو من سيموت في هذا العرس؟ ومن سيقتل رشيد؟ هل رضوان ليتو بأمر من يلماز أم فكرة ليتو؟ أو أنه سيقتل تامر بعد أن عرف أنه هو من أطلق على أولاده؟ وهل سيكفينا شر العقرب آسيا هي الأخرى؟ فهي التي حاكت كل شيء. هذه الأسئلة وأكثر نجيب عليها معكم في هذا المقطع. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناة ليل، قناة توفر لكم مقاطع يومية لمشاركتكم بكل جديد يخص المسلسل من إعلانات، تحليلات، توقعات وكل ما يحدث في الكواليس. فلا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وكذلك فالإعجاب بالمقطع يزيد من فرصة ظهور مقاطعنا الجديدة لكم في الصفحة الرئيسية لليوتيوب. والآن هيا لنفك شراعنا وكالعادة لنصلي ونسلم على رسولنا صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، كما جرت العادة نذكركم أن الحلقة 15 لن تعرض هذا الأسبوع نظرا لعطلة رأس السنة التي خرج إليها طاقم المسلسل. مشاهدينا الكرام، لازلنا مع القفلة المحيرة، فكأنها قفلة موسم، لا نعلم من سيقتل من، ومن سيحمي من، ومن سيخرج من هذه الليلة جريح، ومن سيخرج منها ميت. فالكل ضد الكل والكل متفق مع الكل. حقا مسلسلنا مليء بالمفاجآت، لكن كوجهة نظر فتامر لابد أنه سيخرج ميتا من هذا العرس، وإن لم يخرج ميت سيخرج مصاب، إلا في حالة واحدة، وهي إن كان رضوان ليتو أي والد تامر على علم بأن نديمة أخبرت رشيد أن تامر هو قاتل الأولاد، وذلك مستبعد إلى حد ما. فرشيد لابد أنه تلقى الأوامر من يلماز مرتان لقتل رضوان أو فكرة في هذا العرس، لأنه ليس في صالح يلماز الخروج عن أوامر والده، والكل على معرفة بذلك. فحتى خالته نديمة تعلم أنه فقط يديرها ويماطلها بقوله أنه لن يلمس ابنها، فهي تعلم أنه في عالمهم، عالم الإجرام، ليس هناك صاحب حصانة، فالكل مهدد بالموت في أي لحظة، خاصة وأن فكرة ضد التجارة التي يقومون بها. لكنها أي نديمة ليتو حاولت أن تشتري حياة ابنها وزوجها من خلال تقديم اسم تامر لرشيد، وهو الآخر قد يتراجع عن قتل فكرة ورضوان بعد معرفته أن رضوان ليتو فقط يحمي ابنه تامر وزوجته آسيا. وإن أراد رشيد أن يقدم لنا معروفا آخر فقتله لآسيا سيكون حسنة كبيرة، رغم أن ذلك مستبعد. ما رأيكم مشاهدينا الكرام؟ لا تنسوا مشاركتنا بآرائكم في التعليقات. نهاية المقطع، إلى اللقاء.